مساء الخير. سر القرمشة والطعم الجاهز فيه معلقة واحدة بس. هنعمل طريقة اللفت المخلل في 5 دقايق بطريقة جديدة وحصري، وطريقة مخلل اللفت هتبقى سهلة وبسيطة وهتنجح معاكم وتحافظوا عليها أطول فترة ممكنة. وهنعمل اللفت المخلل على أصوله والملح المظبوط، وهنعمل أفضل طريقة لعمل اللفت المخلل، وهقول لكم على أسرار مخلل اللفت هيطلع جنان ومقرمش زي الجاهز بالظبط. معايا هنا 5 كيلو من اللفت زي ما انت شايفة كده. انا قطعت الكمية كلها، بس حبيت سبت كده كام واحدة قلت اقطعها معاكم قصاد الكاميرا عشان اوريكم ازاي بتتقطع. ومعايا هنا آلة من الزجزاج كده، بتعمل شكل زجزاج. هي بس مجرد آلة كشكل، بس انها تعمل زجزاج في التقطيع. لكن هي لو مش متوفرة عندك مفيش اي مشكلة خالص، تقدري تقطعي بالسكينة زي صوابع البطاطس بالظبط. بس لازم تقطعي بالنص زي ما انت شايفة كده، تكون الصوابع مدملك، يكون مليان فيه لحم. مش تقطعيها رفيع زي البطاطس كده، لا تقطعيها تخينة شوية عشان يستحمل معاكي التخليل. هنا بصي زي ما انت شايفة كده، بقطع ال3، بقطعها 2، سوري اللي هي الوسط بقطعها 2، والجزء التاني بقطعه على 3 زي ما انت شايفة كده. والصغيرة بقطعها 4/4، ودي هقطعها على 3، والكبيرة بقطعها بالنص، وباخد النص دوت بقطعه على 4 أو 5 على حسب الصباع اللي انا بعمله. بس ببقى عايزاه طبعا زي ما قلتلكوا مدملك كده وفيه لحم زي ما انت شايفة كده بالظبط، يكون عريض كده، يكون سميك شوية. هنا هنعمل تركة مهمة جدا. انتوا شايفة بصي الطبق مليان ازاي، فطبعا لما هنحطه في البطرمانات هياخد مكان كبير وهتعوزي بطرمانات كتير. فانا عشان اتلاشى الموضوع دوت فقلت ان انا اهبط، لازم نهبط اللفت دوت. حطيت معلقتين كبار من الملح زي ما انت شايفة، ومعلقة كبيرة من هريسة الشطة. دي تركة مهمة قوي هتديكي طعم وتست عالي كده. وهنقلب الكلام ده كله مع بعض، وهنسيبه حوالي ساعة ساعتين كده على جنب. هينزل المية بتاعته خالص، وهتلاقيه اللفت هبط معاكي ومش هياخد معاكي مكان في البطرمانات بتاعتك. وهياخد بطرمانات اقل عن الطبيعي. بصي التركه دي مهمه جدا ان انت تعمليها. في ناس بتخلله على طول مفيش مشكله، بس بياخد مكان. بصي هنا كان هبط ازاي، والكميه قلت خالص ونزلت لتحت. فكده هنجيب البطرمانات بتاعتي ونكون معقمينها كويس جدا على النار. بناخدها كده ونقلبها بعد ما نغسلها وننشفها كويس، بنقوم معقمينها. هنا معايا حوالي 2.5 لتر من المية المغلية، بس طبعا سبتها تبرد تماما. وحطيت فيها 5 معالق من الملح، كل كيلو معلقة كبيرة كده من الملح. وقلبت 5 معالق كبار كده على ال2.5 لتر مية. ودقت الملح، لو كان محتاج تاني هحط طبعا ملح، مش محتاج انا بحب الملح المظبوط. وما تنسيش ان انا حاطه هنا قبل كده معلقتين كبار، يعني اجمالي كلهم 7 معالق كبار من الملح. وهنا كنت بقى بعبي اللفت بتاعي في البطرمان زي ما انت شايفة كده، وبحاول ان انا اضغط عليه وانزله لتحت كده. طبعا العروق بتاعته دي رهيبة، انا بموت فيها طبعا، استحالة ان انا ارمي العروق بتاعته دي. بحبها جدا. وزي ما انت شايفة كده بعمل البطرمان بتاعي. وهجيب البطرمان التاني، وبصي هو ما خدش غير البطرمان كبير، وبطرمان اللي هو الصغير والوسط دوت ما خدش مكان كبير. الحركة اللي احنا عملناها ديت وفرت معانا في البطرمانات. وفي نفس الوقت بصوا البهاريز اللي نزلت من اللفت، انا ما حطيتش عليه ميه خالص، دي ميه اللفت اللي نزلت منه. طبعا دي مهمة جدا، اوعي ترميها. حطيتها طبعا على اللفت، قسمتهم على البطرمانين كده زي ما انت شايفة، قسمتهم على البطرمانين زي ما انت شايفه كده، البهريز بتاعه الميه اللي نزلت. وهنبدا بقى نجيب الميه ديت. انا نسيت هنا احط التركه المهمه جدا جدا، هنحط نص كوبايه من الخل. ايوه من الخل. الخل بيساعد على التسويه، وبيساعد ان احنا ان هو يحافظ كماده حافظه للمخللات. ما تخافيش، احنا ما حطيناش كميه كبيره من الخل، هي نص كوبايه على كميه الميه اللي انت شايفاها دي. وكميه الميه دي مش هناخدها كلها طبعا،
طبعا احنا هنملى البطرمانات على قد ما ياخد، وهنملى البطرمان التاني زي ما انت شايفة كده لحد فوق، هنملاه كله. ما تنسيش ان اللفت بتاعك هيطلع لفوق وهينفش شويه، هيشرب من الميه ده هينفش شويه، فانا بسيب له بس بتاع حوالي سنتي كده 2 سنتي عشان لو علي. طبعا بعد يومين 3 انت بتفتحي عليه بتدوقي بس الحدوق الملح بتاعه، لو محتاج ملح ممكن تزودي تاني في ميه مغليه زي ما احنا عملنا. اهم حاجه تكون ميه مغليه عشان تكون معقمه. وادي هنا كان البطرمانات بتاعتنا واللفت المخلل بتاعنا الجميل، عملناه بطريقه سهله وبسيطه. يا رب يكون عجبكم الفيديو. هنا كان شكله النهائي وطلع فعلا تحفه. وبتسيبيه مده التخليل بتاعته 5 ايام وتفتحي عليه وتاكلي منه عادي خالص وبيبقى مقرمش. ادي هنا كان عدى 5 ايام وكان مقرمش وطعمه تحفة بجد جنان. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش الشير واللايك والكومنت الجميل اللي بيساعدني، وما تنسوش تجربوا الوصفة وتقولي رأيكم فيها في الكومنتات. وباي باي.